النهارده احنا معانا عربيه ايقونيه من بي ام دبليو، هي بي ام دبليو اكس 6 ام 60. تعالوا النهارده نعمل عليها ريفيو، وانا اياد، ويلا نبدا الريفيو. بي ام دبليو دايما ماشيه بمبدا ان هي عمرها ما هتعمل عربيات بطيئه. حتى في الاس يو فيز بي ام دبليو ام 60 دايما عربياتها بتبقى سريعه. حتى لو اس يو في ما يغركوش ان هي حجمها كبير واس يو في، بس العربيه دي فعلا سريعه. تصميم بي ام دبليو الامامي اجريسيف جدا وشكله شيك قوي. زي ما انتم شايفين الفوانيس بي ام دبليو الصغيره شكلها حلو قوي، وهنا مكتوب بي ام دبليو ال اي دي، فيها ليزر لايت زي ما انتم شايفين شكلها حلو. هنا فتحه تهويه للفرامل والكاوتش عشان تهويهم، وثلاث فتحات هنا. وده الرادار زي ما انتم شايفين مخفي، مش اي حد ياخد باله منه. لوجو ام، والشبكات الحمد لله ما اتغيرتش، لان في الاجيال الجديده في ام 4 وكده بقت لحد هنا. بس دي شكلها لذيذ مش وحشه. وهنا في كاميرا بتراقب 360 وكمان بتراقب الطريق، بس دي ما بتشتغلش قوي في مصر عندنا. كاوتش العربيه الايامي شيك جدا زي ما انتم شايفين، بالجنط اصلا شكله جميل، وعليه هنا لوجو ام. وزي ما انتم شايفين الكاليبر كبير قوي. وهنا الجنط بيجي 275 40 21، ورا اكبر شويه. وزي ما انتم شايفين اصلا بصوا، كاوتش عرضه كبير جدا، ممكن ده اصلا ضعف كاوتش هيونداي فيرنا، كبير جدا وضخم. رغم ان الكاوتش اللي قدام عامل زي الدهيه كبير، بس اللي ورا اضخم. 300 315 35 21، عرضه اكبر شويه. والكاليبر اللي ورا بيجي اصغر شويه بس، ولكن اللي قدام هو اللي بيجي اكبر. وهو نفس الجنط، شكله جميل جدا من بي ام دبليو، مفيش كلام يتقال عليه اصلا. مايلات العربيه بقت ام بعد الجيل الجديد من بي ام دبليو في اكس 6، بقت ام وفيها الحركات اللي هي حلوه دي زي بتاع باتمان، شكلها حلو قوي. وهنا اشارات ال اي دي، كاميرات 360، فتحه هنا بس فيك للاسف. وهنا في ام 60، والعربيه هتحسها كوبيه مسروقه، سحبه حلوه قوي، شكلها حلو قوي رغم ان هي اس يو في. تصميم العربيه بي ام دبليو خلفي من ورا جامد جدا، وفي زي ما انتم شايفين سبويلر هنا، وهنا سبويلر برضو طالع جزء صغير من فوق السقف. وعربيه شكلها جميل قوي ومنفوخه كده، شكلها حلو قوي. هنا الكاميرات، وهنا ام 60 زي ما انتم شايفين عواكس. عربيه فيها اربع شكمانات من تحت حقيقيين زي ما انتم شايفين، وديفيوزر. وهنا في فتحات في الجنب بس فيك للاسف. فينيس العربيه ال اي دي جميله جدا، وعربيه مسحوبه سحبه حلوه قوي. هي اس يو في بس تحسها كده عربيه سيدان ومسحوبه لفوق. وزي ما قلت لكم فتحه الشنطه كهرباء من هنا، تفتح وتقفل بالكهرباء زي ما انتم شايفين. والتحميل برده فيها سهل. مساحه الشنطه 580 لتر. وهنا حاجات الاسعافات الاوليه. وهنا اوليه ممكن تعلق عليها حاجات. وهنا مخرج 12 فولت زي ما انتم شايفين، بيفتح بطريقه لذيذه. وفي بقى مفاجاه، تعالوا تحت، مفيش جنط احتياطي. بس الجميل بقى ان المسند ده على مساعد، حاجه شيك جدا. كتالوج بي ام دبليو، وهنا في مساحه تخزين برده زياده. وزي ما قلنا في اول الفيديو ان بي ام دبليو واخد عهد ان هي ما تعملش اي عربيه باداء وحش خالص. والاكس 6 دلوقتي هنشوف الموتور بتاعها مساعدين وشكله جميل قوي. وهنا عليه ام. الموتور ده بيجي 4400 سي سي في 8 توين تربو، بيخرج 523 حصان و750 نيوتن متر. بتوصل على فتيس 8 نقلات من زد اف زي الام 4 اللي احنا عملنا في الاول برده. فتيس جميل جدا وسريع جدا، واستجابته سريعه وحلو. والعربيه بقى فيها تاتش كده كهرباء، بقى فيها موتور صغير مايلد هايبريد 48 فولت، بيساعد مع الموتور الفي 8 ال 4400 سي سي، بيديله زقه لكن ما بيشتغلش لوحده ككهرباء بس. زي ما انتم شايفين اصلا بي ام دبليو لازم تحط التاتش بتاعها، كميه الشدادات الضخمه، 4 شدادات. والتقفيل ما شاء الله جميل جدا، ومقفوله من تحت، عربيه متقفله من تحت، وتقفيل الماني مظبوط ما فيهوش غلطه حرفيا. دلوقتي احنا جوه العربيه بي ام دبليو اكس 6. تيجي بدريكسيون ام، بس مش احدثهم، بس هو حلو قوي. في بادل شيفترز من هنا. التحكم في الشاشه انفوتيمنت سيستم. في ام هنا صغيره، وهنا شاشه 12 انش، وهنا 15 انش. كربون فايبر في التابلو كله. وهنا ام بامبيانت لايتس شكلها حلو قوي. وكروم هنا واخد العربيه. وهنا في كريستالات شكلها لذيذ برضو. هنا الاشاره والتحكم في الشاشه، الصوت وتفتحها وتقفلها، والتكييف والاشاره. وهنا في وايرلس تشارجر. وهنا كاب هولدرز بتتسخن وتتبرد من زرار هنا. في ولاعه. وهنا الكريستاله مخصوصه من بي ام دبليو معموله ليها. وهنا برضو في كريستاله في الفتيس ستارت ستوب. وهنا الاي اس بي. وهنا انماط القياده سبورت، كومفورت، ايكو، برو. وهنا هيل ديسنت واوتو هولد، وفرامل الكهرباء زي ما انتم شايفين.
لذيذه قوي برضو. وهنا في مسند ايد، وفي هنا جوه يو اس بي سي، مخرج يو اس بي سي. وهنا زي ما انتم شايفين الدرج بيفتح سوفت، والكراسي فيها زي ما انتم شايفين دعامات من تحت وجلد وجميله جدا هنا اهو زي ما انتم شايفين. والسقف هو مش بانوراما، هو سقف عادي، بس هو واخد لهنا عشان العربيه كوبيه زي ما انتم فاهمين، مسحوبه سحبه الكوبيه، فمش راجع للاخر قوي. العربيه زي ما انتم شايفين بصوا فيها حزام ام، شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين. وهنا في امبيانت لايتس، وهنا في كربون فايبر زي ما انتم شايفين، وجلد هنا بالجلد لونه بني. سماعات هاربون كاردن، مش محتاج اتكلم عنها، سماعات جامده طبعا. والتقفيل اخر حته في الكاب هولدرز، الباب اللي تحت، تعرف ان العربيه متقفله كويس لما تلاقي الحته اللي تحت خالص دي سوفت، وهي ما شاء الله كل اي حته سوفت. والشاشه هنا 12 انش، وهنا الرئيسيه 15 انش، والكربون فايبر في كل حته زي ما انتم شايفين. ودي نسيت اوريها لكم، الدرج كله كربون فايبر برده، في امبيانت سلايس من الجنب هنا، شكله حلو قوي. تعالوا نخش على شاشه الترفيه. شاشه ما شاء الله كبيره جدا زي ما انتم شايفين، فيها درايفر بروفايل واندرويد اوتو ابل كار بلاي. وهنا السيتنجز بتاعت الدور والويندوز واللايف لايف فيكل. ممكن تشوف فيها العربيه 3 دي كانها 360، وبتجيب لك الاشاره لايف، ممكن تفتحها وتقفلها من هنا بتظهر على طول. والكاليبر الاحمر زي ما انتم شايفين، تعمل زوم وانيميشن ساعتها حلو قوي. والنظام الانفوتيمنت سيستم سريع جدا واحدث، تقريبا ده احدثه. وفي عربيه فيها مساج وتسخين وتبريد الكراسي. لا استنى نتاكد من تسخين وتبريد. العربيه فيها تسخين بس، انا اسف، وفيها مساج، وممكن تتحكم فيها من الكراسي من هنا، والتسخين بتاع الكراسي. وهنا الابس، تعالوا نرجع لها. فيها السيستم سيتنجز زي ما انتم شايفين، في جستر ممكن تعمل كده تعلي توطي. نقفل بقى عشان الكوبي رايت. سريع ما شاء الله. في النافيجيشن سيستم، بس انت مش هتحتاجه لو هو سريع برضو. انت مش هتحتاجه لو انت عندك جوجل مابس وابل كار بلاي اندرويد اوتو. بس هو برضو جايب لك كل حاجه، و3 دي شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين. وهنا ده المين سكرين زي ما انتم شايفين، بتجيب لك الراديو العربيه بتاعتك. والعربيه هنا فيها هيد اب ديسبلاي حديثه وجميله جدا، انت جربتها بالليل بتفرق فعلا. وهنا الداشبورد، وهنا جلد، وهنا في سماعه، وهنا في انوار فوق، وتفتح فتحه السقف اللي هي مش بانوراما، يعني قرب بانوراما لكن هي مش بانوراما كامله. وهنا في انوار ال اي دي جميله جدا. حتى بصوا السقف بالالكانتارا والشماسات بالالكانتارا، مهتمين باقل التفاصيل في العربيه. قبل ما نبدا على المساحات الخلفيه والانتيريور اللي ورا، نسيت اقول لكم عن مفتاح شيك جدا من بي ام دبليو. هنا في عليه ام، وهنا بتقفل العربيه من هنا، وبتفتح العربيه من هنا، والشنطه من هنا. وهنا ممكن تدور العربيه، وممكن كمان تشغل انوار. وده الانتيريور جلد بالفرش البني، شكله حلو قوي. وهنا في هنا مثلا في كاب هولدرز، في هنا ممكن تحط موبايلك. وهنا كاب هولدرز فكرني بنيسان صاني اللي هي القديمه، بس ما علينا. وهنا مخرج، في هنا مخرج، وكان لو عايز يو اس بي سي، وكمان عايز تركب شاشه هنا اضافيه. وهنا زي بتاعت الطيارات. وهنا في هنا تكييف، فتحتين تكييف ممكن تتحكم منهم من هنا. والتكييف بتاع العربيه ممتاز حلو قوي. وممكن تحط موبايلك في المكان ده. وفي مخرج تحت، في مخرج. وهنا شماسات العربيه زي ما انتم شايفين، تركب في بتاع اللي فوق دي. وهنا المواد بريميوم جدا، فيها جلد وكربون فايبر هنا. وفي امبيانت لايتس كمان، حتى في المساحات في الباب التخزين تحت. ممكن تاخد ازازه لتر، وكبيره برده مش وحشه خالص. ومساحات يعني مش هنا مش احسن حاجه قوي. والسقف برده مش احسن حاجه، لان هي عربيه مسحوبه سحبه الكوبيه. بس المرسيدس جي 63 كانت اوسع من كده بكتير يعني. بس احنا عشان عارفين دي عربيه سبورت مش عربيه جري قوي، قصدي عربيه سبورت مش عربيه فاميلي قوي. بس هي ممكن تجيب ناس عادي، ممكن تجيب 3 هنا، حتى النفق مش كبير يعني، ممكن تجيب 3 بس يعني متوسطه. دلوقتي نيجي عند اكتر حته مفضله بالنسبه لي في اي ريفيو في اي عربيه، وهي الريفز. تعالوا نجرب كده، ندوس بسم الله. سوفت ليميتر بس صوتها عنيف
جامده جامده العربيه، صوتها جامد ما شاء الله. نقفل بقى العربيه عشان ما تتشتمش. رأيي في العربية، عربية جميلة جدا وصوتها حلو، بس هو مش داخلك قوي لما بتقفل عشان العزل محترم. بس هي عربية جميلة صوتها حلو، وعربية ممكن تنفع عائلية عادي خالص، وعربية عالية عن الأرض، هتعجبك جدا في السواقة. اتمنى تكون الاكس 6 ام 60 عجبتكم النهارده. طبعا احب اشكر معرض اكزوتيكا ومستر حسن، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وسلام.